من تسمع كلمة رمضان راح يجي ببالك سهر، بوبجي، ايام 2020 وهواي بعد، بس انا حكيت الاوليات عندي. طبعا كان المفروض هذا المقطع ينزل قبل رمضان بكم يوم، والعينتين اللي قدامكم نزله بعد رمضان بكم يوم. يلا مشوا لي يا اخي المرة، على السنة الجاية ما تنعاد ان شاء الله. ولك شو كأنك ما مقتنع يا اخي، قدر ظروفي منها امتحانات ودراسة والنت الخير شاقني وصلتين. المهم رمضان هو شهر اسطوري بالسنة، وكلنا متفقين على حبه والاجواء الحلوة اللي نعرفها بيه. يا اخي ما حاجة احكي، تعرف رمضان قد حلو. هاي شنو؟ منو بالباب؟ من رصتكم يا ولد، بس اشوف منو. ها حبيبي تفضل، منو انت؟ وجيك انا واسلبك العافيه برمضان. شبيكم نسيتوني؟ غير انا المدرسه راح اكرهكم بعيشتكم. والله انتم خطيه، عبالكم رمضان راح يجيكم ويروح مثل قبل. حبي هسه الوضع تغير، بعد راح اجيك مثل العام وقبل العام واكثر بعد. فخليكم جاهزين، راح اجلدكم جلد الا تتمنون الموت ولا تظلون عن هاي العيشه. ولك الا خليك تتمنى الموت. ابويا موت مال حلاقة؟ طبعا انا نسيت انه احنا عندنا مشكلة وهي المدرسة، بس لا تخافون عندي حل لهاي المشكلة، وهي بطل وظل معتمد على راتب ابوك لو على ولد الحلال اللي بالشارع. اطلب منه ربع 500، واذا صدق ابن عالم وناس، يعني ابن عالم وناس برو ماكس 100%، راح يعطيك 1000 ويقول لك رجل لي ربع، وهاي اقصى قدراته، وانت مخير ولست مسير. واحلى شيء من قلب التيك توك ما القى مناشده الغاء الدوام برمضان. تدرون ليش؟ لان ايسوا خطيه، حتى لو يناشدون ما راح يلغونه. لك بابا انا من 2023 ايست منهم. ما تصدقني؟ شوف اخر مقطع نزلته على رمضان. وقبل لا انهي المقطع احب اقدم انه انا صرت استعمل اشياء اضافيه للمونتاج، وهذا الشيء راح ياخذ وقت اكثر من تنزيل المقاطع، وعندي امتحانات شاقتني شق، فلازم ادرس لان الدراسه مهمه، وانت لازم تقوم تدرس لان دراسه مهمه، واذا كنت مبطل ادرس لانها مفيده. ورمضان كريم علينا وعليكم. طبعا لازم اقول من البدايه بس والله نسيت. المهم ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، ومع السلامه.